مساء الخير مشاهدين المصرية في كل مكان، أهلا بيكم يوم جديد وحلقة جديدة من لقاء خاص. البورصة المصرية في أسبوع، هو ده عنوان حلقة النهاردة من لقاء خاص. الأسبوع اللي فات يمكن كان في عدة أخبار عن البورصة المصرية في حالة رواج وانتعاش، في أخبار جيدة لجذب المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في السوق المالي المصري. علشان نعرف مدى او نعرف تأثير هذه الأخبار وازاي ممكن هتخلق حالة من الرواج في الاقتصاد المصري، معانا النهارده في استوديو لقاء خاص المحلل المالي أستاذ محمد رستم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. يمكن احنا عندنا كمية من الأخبار السارة والسعيدة يمكن من شأنها ان هي تزيد من حجم الاستثمار في السوق المصري. خلينا نبدأ يمكن الخبر الأحدث، وهو استضافة أو المناقشات التي دارت بين رئيس البورصة المصرية ووفد من إحدى المؤسسات المالية العالمية. طبعا ده بيكون نتيجة لظهور نوع من الاستقرار السياسي في مصر، بغض النظر في اختلاف أو اتفاق في هذا الموضوع، ولكن مجرد وجود نظام مستقر شكله واضح بيؤدي إلى أن الهيئات الدولية تهتم بهذا المكان. عدم وجود الاستقرار ده بيخلي كتير جدا من المؤسسات الدوليه والشركات الكبيره العالميه بتصرف نظر مؤقتا عن هذا المكان. ما حدش كمان القطاع المالي كان من اكثر القطاعات المتضرره بالتاكيد بسبب حاله عدم الاستقرار. ده انا عايز اقول لحضرتك ان احنا القطاع المالي في مصر بالاخص يعني حاله فريده، يعني خد 3-4 صدمات مع بعض، صدمه الانهيار العقاري في السوق العالمي، وصدمه الاحداث الدوليه اللي كانت حاصله، والربيع العربي والحاجات دي كلها ادت في النهايه انه يتجمع، يعني هو لوحده في مصر لوحديها يتحمل تحميل عالي جدا بالمشاكل اللي مش بتاعته. فده يعني من الاخبار السعيده ان احنا نشوف مؤسسات دوليه بدات تهتم تاني بالسوق المصري لوجود شكل من النظام السياسي. طب لو احنا ممكن نتكلم على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، كمان يمكن من الأخبار اللي كانت موجودة الأسبوع الماضي هي كمان مباحثات مع سفير بولندا والملحق الاقتصادي بالسفارة لبحث أيضا سبل التعاون بين البورصة والبورصة المصرية وبولندا. فاحنا ممكن نتكلم برضو ايه أوجه اللي احنا ممكن نستفيد بيها، ازاي هيتم التعاون؟ بداية بولندا بوجه عام من الدول اللي في شرق أوروبا بتعتبرها حتى السوق الأوروبية المشتركة من اللي هي اللي بيسموها الدول اللي بيعتبروها علامة عندهم. بدأ فيها الإصلاح المالي وخدت خطوات واسعة، مش دول مستقرة زي ألمانيا وفرنسا وهيئاتها لسه يعني جامدة أو تقيلة شوية في الحركة. فبعتبر ده نوع من إن في دولة ناشطة في شرق أوروبا، سوق مالي ناشئ وسبقنا، بدأوا يهتموا بمصر. ده برضه خبر سعيد وكويس جدا، ده نهتم يعني نتمنى ان يكون فعلا حصل اتجاه ما بين هيئة سوق المال والرقابة المالية عندنا في مصر للتعاون مع السوق البولندي، ان السوق البولندي البورصة البولندية ليها سمعة جيدة جدا يعني على مستوى العالم. يبقى خبرين بنتمنى ان هم يكون في من خلالهم جذب لمستثمرين جدد. لو احنا عايزين نتكلم على البورصه المصريه، البورصه المصريه يمكن كان فيها زي ما بيقول تقلبات كتيره قوي الفتره اللي فاتت، من خسائر شديده جدا، لكن من بعد الانتخابات الرئاسيه والاعلان عن النتيجه كان في نوع من الاستقرار. في ارقام بتقول ان هي ارتفعت بحوالي بنسبه 42%. فده طبعا بتعكس حاله الاستقرار السياسي، لان الاقتصاد والسياسه مرتبطين ببعضهم. عايزين نتكلم على التقلبات دي، لاي مدى هي بتكون مضره لما بيبقى في تقلب من منخفض وخسائر فادحه لمكاسب وحركه في السوق المالي؟ هي النقطه الاساسيه دايما بالنسبه للمستثمر، وبتكلم عن المستثمر الصغير، انه للاسف هو اللي بيشيل العبء بتاع الخساره. ان لغايه دلوقتي حتى عندنا احنا في مصر المستثمر الصغير ما عنديش الفكر العقلاني في التداول مع بتاع البورصه، وده نقطه نادر ما بلاقيها مع ناس. يعني افتكر ان في عميله من العملاء عندي قالت لي في مره الاسهم مش بتاكل ولا بتشرب، فخليها. وده فكر كويس جدا، ان في فرق بين الفكر بتاع المضاربه وفكر الاستثمار. ايه الفرق؟ اضارب يعني انا اشتري سهم وابيعه على طول. ما دي بقى النقطه اللي بنتكلم فيها، البيزكس او الاسس بتاعه التداول في البورصه ايه هي؟ سوق المال. هي اسمها سوق المال. ليه؟ ان احنا المفروض يكون فكرنا استثماري، جزء منه استثماري مش كله، وجزء مضاربه. ان بالظبط يعني عايز اشبهها بالتالي ان واحد جعان جدا وفجاه لقى قدامه حاجه من حل من اتنين، ياكل الاكل لحد التخمه فيتعب، او ياكل بالراحه بس مش هيشبع جوع، بس هيكون الناس بيبقى عايزه الربح السريع، مبدا الربح السريع، فبتلجأ للمضاربه. مغاره علي بابا هخش في ثانيه. كل واحد عايز يكسب دلوقتي بيتجه الى البورصه. بالظبط. لكن الناس تفتكر مثلا الناس اللي راحت خدت اراضي على الطريق الصحراوي مثلا وخدت فتره طويله على عمارتها، نفس الفكره دلوقتي بقى فين؟ يعني بلاش اقول استثمار طويل قوي،
بنتكلم مثلا على سنتين او سنه ونص يكون فيها شكل السهم واضح قدامي في اتجاهه في الصعود او الهبوط. لكن اللي بيتضر فعلا في التقلبات الشديده هو صغار المستثمرين اللي عندهم زي ما بنقول كده في البورصه عندنا دافعين دايما بيحركونا، الطمع والخوف. فلو غلبت الطمع هكون من الناس الخاسرين في التقلبات. لو غلبت الخوف او الحذر ومشيت بخطوات منتظمه وفاهم ان السهم اللي في ايدي ده بيمثل شركه، والشركه ديت ليها مقومات ماليه ومعنويه وماديه، هتبدا العمليه فيها نوع من الاستقرار حتى في الخساره. مش هيبقى عمليه خساره فادحه، عمليه خساره مستقره، يعني اعرف المها اخرج بيها. طب لو احنا عايزين دلوقتي يعني نحاول نشرح الصوره بشكل مبسط. انا كمستثمر، او مش هقول كمستثمر كبير لكن مستثمر صغير او فرد من الافراد عايزه استثمر في البورصه او احط فلوسي في البورصه، ايه اللي بيشجعني او ايه بيبقى هدفي؟ هل هو الربح السريع دائما؟ بالتاكيد بالتاكيد. بس النقطه اللي احنا بننساها ان البورصه ده يعني جزء من كيان كبير اسمه القطاع المالي للدوله، بيشمل البنوك وشركات التامين وشركات الصرافه نفسها بتاعت العمله، ودي كلها بتبقى مرتبطه بالموضوع. مرتبطه، وليها هيئه دلوقتي موحده اسمها هيئه الرقابه الماليه، من ضمنها البنك المركزي والشركات اعاده التامين في قطاع التامين وهيئه سوق المال. النقطه الاساسيه انا فكري ايه؟ انا راجل مستثمر، فبالتالي عارف ان في مخاطره هتحملها الفتره، واهميه كمان عنصر المخاطره ده بيزيد كمان من نسبه الربح. تمام. ما هو في مبدا في الاداره الماليه بيقول لك كلما زادت نسبه المخاطره زادت نسبه الربح. بس هي النقطه زي ما يكون علم الاحتمالات اللي احنا خدناها زمان، الربح والخساره واحد لواحد او نص لنص، يا مكسب يا خساره. فلو زادت نسبه الربح بالتاكيد معاها نسبه المخاطره بتزيد او نسبه الخساره بتزيد. فديت النقطه اللي بتكلم فيها. هل انا دلوقتي هملى معدتي لغايه التخمه واحس بالم وممكن يجي لي اعراض مش كويسه، او ان انا هاكل بالراحه واحاول اشبع جوع بهدوء واظبط اجراءاتي؟ فديت النقطه. دائما الاستثمار هو الاساس. اساتذتنا لما جينا نتعلم العلم ده قالوا لنا اللي بيستثمر على مدى متوسط او طويل بيحد من خسارته، هيخسر لكن خسارته هتكون محدوده. انما اللي مش هيحد من خسارته وعاوز ينطلق ده مقامر. ما اكونش انا مقامر وعاوز اكسب على طول، لازم فيها نوع من الخساره، والخساره فادحه. طيب يبقى احنا كده حاولنا ان احنا نشرح بشكل مبسط قوي الفرق بين المضاربه والاستثمار. المضاربه هي ممكن نقول على الشورت ران او المدى القصير، لكن يعني هي فكره ان انا ابيع واشتري او وحجم يعني الكسب مهما بيكون اكون بايع قبل ما اشتري مثلا. لكن الاستثمار هو للمدى البعيد. طب لو احنا بنتكلم دلوقتي في حالتنا الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها، هل الاسلم او الاحسن او الافضل لاداء البورصه انه يبقى فيه استثمار ولا مضاربه، ولا هم عمليتين بيتموا؟ الاثنين لازم يكونوا مع بعض. ديت النقطه اللي برضه لازم نكون نوضحها. المضاربه بتدي بريق للسوق، بيبقى في سرعه في الاداء. سرعه. الاستثمار بيديله بيسميها عمق او بيخليه اكثر مؤسساتيه. الفرق بيني وبين حضرتك وبين مثلا الجهاز اللي احنا قاعدين فيه ده ان احنا افراد، ممكن يكون لنا رد فعل بشري طبيعي، لكن المؤسسه بتكون مبنيه على دراسات وليها كوادر وليها شغل. ده يعني هيدخلنا في نقطه بقى ايه الفرق بين المصريين لما يشتروا والاجانب لما يشتروا. ازاي البورصه مقسمه ان ليه فعلا بيبقى في حركات فجاه بنلاقي او بنسمع المستثمرين مثلا الاجانب بتبدا حركات شراء او بيع وبيقابلها مثلا بيع وشراء من المصريين. هي مش متقسمه كده، متقسمه افراد او مؤسسات، مصريين او اجانب. لكن المصريين بيغلب عليهم الطابع الفردي. المصريين والعرب هم متقسمه 3 قطاعات بالنسبه للجنسيه، مصريين عرب اجانب، وبعدين قطاع او تقسيم ثانيه فردي ومؤسسات. المصريين والعرب بيغلب عليهم الطابع الفردي، الاستثمار الفردي عشان كده استثمار سريع والشراء بسرعه والبيع بسرعه، فالخسائر بتكون شديده. لكن الاستثمار الاجنبي بيغلب عليه، مش بيكون كله طبعا يعني برضه مع الفرق، بس بيكون مؤسسي. فعشان كده لما يقول سفير بولندا ومثلا مؤسسه كبيره بتهتم، ده معناه ان في دراسه دخلت في داخل هذه المؤسسه بكوادرها باجراءاتها بافراعها المنتشره في خلال العالم، ان السوق ده سوق ناشئ، ومعدل الربح دائما في السوق الناشئ بيكون اعلى من معدل الربح في الدول المتقدمه، انها سوق مستقر خلاص زي ما انت عارفه سكتك ملهاش حل. لكن السوق الناشئ الطريق بتاعك فرصه بتكون اكتر كمان كتير. مثال مثلا دلوقتي اي دوله خارجه من النظام الشيوعي من غير ذكر اسماء، مؤسسه من المؤسسات عندنا في مصر راحت استثمرت في قطاع، الفرص بتكون يعني ممكن تكون فيها برضه مخاطره اكتر. لكن لسه بنقول ايه
الربح العالي مع مقابله مخاطره بالخساره العاليه. لازم كده. فالاسواق الجديده بيكون فيها مخاطره اكبر لان احنا مش عارفين هي نرجع بقى للنقطه الاساسيه اللي قلناها في اول الكلام. شكل النظام السياسي بدا يبقى فيه شكل للنظام السياسي. اهم حاجه عند المستثمر الاجنبي ان في شكل النظام السياسي بيضمن ليه لو حصل اي مشكله انه يسترد المال بتاعه حتى لو جزء من الارباح، في نوع من الاستقرار. سوري في الكلمه انا اسف، يعني انا داخل مين اللي هيرد عليا؟ فين كبير المنطقه اللي هيرد عليا؟ بالظبط ده نفس التعبير الشعبي البسيط. فازاي يكون في شكل مؤسسي هتعامل معاه؟ طب نرجع تاني علشان الاجابه للسؤال. ليه بيبقى فيه بنحس انه او بنشوف حركات ممكن تكون مختلفه، بيع او شراء من جانب المؤسسات الاجنبيه والشراء يقابلها مثلا لو قلنا بيع من الافراد المصريين؟ للاسف بتحصل دي. مع ان المفروض ان ما دام في مستثمر او مؤسسات اجنبيه، شركات اجنبيه دخلت، ده مؤشر ليا كمستثمر مصري صغير ان هذه المؤسسات بترى ان السوق المصري اصبح في حاله استقرار. خلينا اوضح، المؤسسات الاجنبيه لغايه دلوقتي ما خرجتش من السوق المصري، ولكن عملت هولد، انتظار. انا منتظره شكل السوق هيظهر ايه. مصر دوله مهمه جغرافيا وتاريخيا وسياسيا وكل حاجه ليها اهميه عظمى في المنطقه. فدلوقتي كمؤسسه مش هتخرج وترمي ده كله وراها، لكن هي بتوقف عملياتها. عملت نوع من الانتظار، مش توقف. بعد الشر التوقف ربنا ما يوريك يعني. لا احنا في حاله انتظار، ترقب، هولد. بداوا يخشوا دلوقتي ان في شكل النظام السياسي، بدا في شكل الاستقرار، بدا يخش. فانا المفروض كمستثمر مصري صغير اخش معاهم. المشكله اللي بنواجهها دايما ان احنا نقنع المستثمرين الصغار بالانتظار في البيع. للاسف سمعتها من ناس كتير جدا، من محللين اجانب، من اصحاب شركات اجانب، ان كنتوا كمصريين او كشرق اوسطيين تصبروا صبر شديد جدا على الخساره وعلى اقل نسبه من الربح بنبيع على طول. بنبيع، مع ان العكس هو الصحيح. هم بالظبط في الخارج عندهم حاجه اسمها الكات لوس، اخرج عند مستوى محدد من الخساره. ده بقى بيختلف من انسان لانسان، من مؤسسه لمؤسسه، حسب الظروف الماليه والامكانيات الماليه بتاعتي بخرج في النقطه دي. لكن احنا بنعكس العمليه عكس شديد جدا، فالنتيجه بتكون خسائر فادحه. طب نحاول نبسط الموضوع شويه. انا كمستثمر صغير او حد يعني عايز استثمر في البورصه ومتابعه للاخبار، لما الاقي حركه البيع من اي جانب ممكن او الشراء من اي جانب، اقدر اقول ان ده مؤشر جيد ليا ان انا ممكن اشتري. شراء الاجانب، المؤسسات الاجنبيه، مؤسسات واجانب. احنا لسه قلنا الاجانب مش كلهم مؤسسات، لكن يغلب عليهم طبع المؤسسات. لما الاقي حركه الشراء في اتجاه المؤسسات الاجنبيه، بدات تشتري مره اخرى. خد بالي حضرتك، مش ما فيش في سوق اتجاه واحد، يبقى غلط. لا هي عمليه الشراء ولا اشترى، هيجي في فتره معينه هيبيع حتى لو جزء صغير من اللي اشتراه، لكن هو مش هيبيع كله. مش هيبيع كله. يعني انا دلوقتي اشتريت فرضا اي شيء قدامي مثلا ب5، وصل ب7، انا دراساتي قايله انه رايح ل10، هاجي عند نقطه ال7 واتخلص من جزء، حتى بيسموه ايه، بروفيت تيكنج، جني ارباح، عشان استخدم الفلوس اللي طالعه دي في حاجه ثانيه خالص. لكن هستمر في نفس المجال. معاملات. مثلا انا شايف ان السهم ده س او ص طلع بنسبه 15 16% 20 30%، شايفه مكمل ل 50، بس هاجي عند نقطه ال30 هفرغ جزء اني شايف السهم ب او ن او ج لسه قدامه مشوار ل 70%، فبروح داخل فيه. فدايما لازم نكون اما ببص للسوق مش ببص له على المستوى اليومي، مش طالع النهارده ونزل النهارده، لا، يا ريت يكون عندنا شويه نظره مستقبليه. حتى الاعلاميه الاسبوع حصل فيه ايه على المستوى الاسبوعي او على المستوى الشهري مش اليومي. ان اليوم ده شيء اسمه استثمار قصير الاجل، وقصير الاجل يعني اقول ميكرو او فهمته استثمار. الاستثمار لازم يكون اسبوعين و3 و5 ويمكن 3 شهور ويمكن 5 سنين. يبقى عمليه زي ما بنقول ممكن هي مش بس عمليه بناء، لكن ان احنا بنبني الحاجه، لكن هي كمان ان احنا يكون عندنا رؤيه مستقبليه. لازم نقرا حركه السوق، مش بس كل يوم الاسهم بيحصل فيها ايه، لكن نحاول ان احنا نقرا على الاسابيع والشهور. تمام. علشان المكسب يكون اكبر. بالظبط. مش لا بلاش نقول المكسب يكون اكتر. احنا اتعلمنا الدرس الاساسي ايه؟ حد من الخساره. الحد من الخساره هو نفسه مكسب. انا بدل ما اكون خسارتي 70% انا محددها ب 20%، فكلما طالت فتره استثماري ممكن خسارتي تبقى 15%، ومعنى ان انا احد من خسارتي معناها ان ربحي هيتعاظم بعد كده. هي شويه مش عايز نقول الموضوع عمليه معلش معقده، بس اساس اللعبه ان انا احد من خسائري. بالظبط واحد فاتح حتى لو رب كشك سجاير
مجهز نفسه ان الكشك ده يستمر معاه. يعني احنا بنقول في هامش عند هامش معين بالظبط، احنا ممكن نحس ان ده هامش الربح او الخساره هو موجود في الحالتين. عايزين نتكلم برضو على فكره حمايه المستثمرين الصغار. يمكن المستثمرين الصغار هي دي الفئه الاكثر تاثرا والاكثر تضررا من الحركات اللي ممكن تكون زي الشائعات مثلا او غيره. من هم صغار المستثمرين لو عايزين نعرفهم، وليه هم الفئه الاكثر تعرضا ممكن نقول للضرر؟ خلينا نقول صغار المستثمرين اللي هو الشخص اللي مثلا جت تحويشه عمره، معاشه، يعني هي الافراد اللي عندهم يعني تمويل محدود، مش تمويل متنامي او من خارج هذا القطاع، وداخل في البورصه المصريه على اساس ان هو هيعمل ربح. وللاسف هم اللي بيتضرروا برضه. نرجع تاني للفكر بتاع ان انا اجري اخلص بمكسب صغير، وعلى اول خساره افضل قاعد وصابر عليها حتى الى ما شاء الله. اللهث وراء. يعني خليني اقول لحضرتك، لو انا حطيت جزء من معاشي، فرضا مكافئتي كانت 50 60 الف جنيه، حطيت 10000 جنيه ومش نسيتهم، تابعتهم على مدى بعيد كل 6 شهور، هو يعني بالتاكيد هيجد في خلال 6 شهور نمو. ليه بقى؟ اولا الاجراءات اللي بتاخدها البورصه المصريه والاجراءات الحكوميه فوق الممتازه، لا جدال في ذلك، من عدم التلاعب ومحاوله الحد من الاخبار السيئه ومن تدخل في ساعات الحركات الشديده في الاسعار من صعود او هبوط بايقاف هذا السهم. النقطه الاساسيه هي على اساسا تلقى على عاتق المستثمر، ان اولا يختار القناه الاساسيه بتاعتي اللي هي شركه السمسره، وبعدين ان انا الجا للاسلوب الصح في التحليل المالي والتحليل الفني. انا بشتري بضاعه. شركات السمسره كمان فيها يمكن نقول جدل او ازمه، مش كل الشركات بيكون عندها الكريديبيليتي او المصداقيه. ما عندهاش اولا اليد العامله او نقول ايه الفوت سولجر اللي هو الجندي المشاء اللي بيشيل الموضوع من محلل مالي ومحلل فني ومن يعني مش اي شركه سمسره او اي شركه معلنه نفسها ان هي بتستثمر اموالها. كلام مظبوط بنسبه 100%. فلازم اختار اولا القناه الرسميه او القناه الصحيحه اللي هخش بيها. ثانيا امشي بالخطوات المظبوطه، ادور على التحليل، ادور على الشركه اللي هشتري سهمها. انا اوكي نفسي ادوق الحلاوه اللي قدامي، فايه هاخد حته مضاربه 5 10% من راس المال اللي انا حاطه واضارب بيه، واكتفي عند هذا الحد. دي بقى النقطه اللي بنتكلم فيها الكات لوس، هقف عند المستوى ده عشان ما اخسرش اكتر او احدد وما عانيتش مع السوق ان ال 5% تبقى 50% بعد كده واقعد اعيط جنبيها. لكن الفكره الاساسيه انا خدت الاجراءات بتاعتي، خدت الشركه الصح، سمعت التحليل الفني والمالي ان هم تحليلين مختلفين، وبتابع الاخبار الشركه دي بتعمل في انهي مجال، ليها امكانيه في النمو في المستقبل، بضاعتها مطلوبه. خليني اقول لك في مثال بشركه بدون ذكر اسمها ليها مشاكل قضائيه كبيره، لكن عشان هي معروف قوه هذه الشركه لغايه دلوقتي مستقره في السهم بتاعها لغايه دلوقتي، رغم ان هي في حاجه بقى احنا ما نعرفهاش خالص اسمها توزيع الارباح، الكوبونات. يعني بغير بقى حركه السهم صعود وهبوط والشراء والبيع وبكسب فيه، في ربح بتديه الشركه اخر كل سنه لما تعمل الميزانيه بتاعتها بتقول احنا عملنا ارباح، ده الشير او جزء من الارباح. في الشركه ديت ما وزعتش ارباح بقى لها 5 سنين، لكن الناس بتقبل على سهمها انه سهم مستقر. شركه بالظبط بدرسها، حتى الدراسه البسيطه بتاعت الانسان. يعني احنا عايزين نوجه برضه رساله الى كل من يرغب في الاستثمار في البورصه، يعني لازم يكون عندنا معرفه ويكون عندنا خلفيه ولو بسيطه بالاليات، علشان بعد كده بلاش فكره ما يبقاش ان انا ادي فلوس لفلان او سمعت ان فلان اشترى. كتير جدا، انا سمعت هي شائعه، انا سمعت من فلان او حد كان له تجربه فانا كمان هغامر بفلوسي. لا، احنا كمان لازم يكون عندنا خلفيه ولو بسيطه، وخلفيه ممكن نقول اساسيه علشان نبقى عارفين فلوسنا بتروح فين وايه اللي بيحصل للفلوس دي علشان في الاخر ترجع لي. يعني انا السهم ده عباره عن يعني انا اسف عاوز اقول رساله صغيره جدا. السهم ده يعني عقد مشاركه، انا بشتري في شركه سين او صاد، انا شريك، ما يقدرش بكره يقول لي مع السلامه، ده مش دين على الشركه ده. وده الشركه السهم ده هو يعني نوع من الشراكه زي ما حضرتك الشراكه، عشان يعني من خلال الاموال دي يتم استثمارات في مشاريع، وبعد كده لما المشاريع دي بتكسب بتعود عليا تاني وانا شريك ما يقدرش يخرجني. فانا احط فلوسي مع حد اشاركه، لازم ادرس انا هدرس اشارك مع مين، اعرف سمعته ايه، اذا عليه خلفيه. يعني حضرتك بقى توضح لنا اكتر. مش بس لا كده، طبعا دي الاخبار دي يعني البورصه مشكوره عامله حتى يعني سايت مخصوص مجاني لكل هذه الاخبار. في بقى تحليل بسيط جدا، الشركه ديت مجالها ايه؟ هل هذا المجال مطلوب؟ مجال العقارات مطلوبه بشكل مستمر لظروف بقى خاصه بمصر نفسها، ان هي مثلا احنا عندنا نمو سكاني كبير فمحتاجين ان احنا نبني مساكن للشباب، فعلى طول في نمو سكاني في طلب مستمر على العقارات او على المقاولات او على قطاع الغذاء. طب
طب الشركه دي كان ليها مشاكل مع البنوك، مشاكل ماديه، مشاكل قانونيه، او متعثره في او السداد، متعثره في اي شبهه او اي خبر مش كويس عليها، التحليل المالي بتاعها كويس جدا، الميزانيات بتاعتها بتدرس وبتطلع من مؤسسات بتعتمدها، مؤسسات محترمه، يعني ممكن نقول انه في شفافيه في التعامل، في شفافيه في التعامل معها. وبعد كده بقى في حاجه اسمها التحليل الفني، ده تحليل بيدي رؤيه مستقبليه ان السهم ده نتيجه للعوامل الداخليه اللي جوه الشركه، السهم ده في مستوى النمو على مستوى بعيد، مستوى بعيد ما نقولش السنه، ده بنتكلم على 5 إلى 10 سنين على حد ادنى. مش عايز اقول اسم، لكن في شركات السهم بتاعها ما نزل اكتتاب، اول ما نزل كان ب 60 جنيه 6 شهور ونزل بقى ب 6 جنيه، بعد كده دلوقتي بيتباع ب 1500 جنيه. يبقى احنا بنبص على المدى البعيد في خلال 5 6 سنين طلع حتى اللي كان واخده ب 60 جنيه دلوقتي ممكن يبقى ب 1500 لو حد يبيع. مدى الفكر اللي لازم يكون دايما عندنا، عمليات البيع والشراء لازم تتم، او يعني بيبقى في نوع من الاستشاره مع المحلل المالي. يستحسن ما يبقاش قرار فردي، بان انا عمليه ان انا مش مؤسسه، احنا بنتكلم عن المستثمر الصغير. المؤسسه ليها شغلها وليها اجراءاتها وليها اللي عاوز اقول ايه، يعني يبقى فيها هيكله او ادارات، فهي بتعمل متخصصه في اللعبه دي. انا مستثمر صغير بروح بدور على شركه كويسه، على محلل، ومش محلل واحد، اسمع من كذا محلل وبتكلم، لازم مش محلل فني فقط، مالي وفني. احنا عايزين قبل ما ننهي عايزين نتكلم كمان على الشائعات وتاثير الشائعات، يمكن البورصه من اكتر القطاعات اللي بيبقى فيها النقطه اللي بنتكلم فيها. انا برضو عايز اكل بسرعه ويجي لي حاله تخمه، ولا عايز برضو اكون عمليه اشباع بسيطه؟ ده قصه الشائعات هي المدمره. بس البورصه قائمه على كده، يعني قائمه على الشائعات وعلى ده اللي احنا خليناها قائمه على كده. هي احنا خدنا اسوأ ما في النظام الاوروبي او الامريكي، ان احنا الاشاعات والطلوع والنزول وكسب وعمل زي بورصه قطن بتاعت زمان، لكن الاساس دائما في التداول في البورصه اللي هو الاستثمار وليس المضاربه. المضاربه نشاط فرعي، فالاشاعات دائما هي دي في القطاع اللي هو ممكن نقول في المضاربه. اساس المضاربه الشائعات، ان السهم الفلاني هيحصل فيه كذا، فبتلاقي نسبه الارتفاع بتاعته 70 و80 و100% في خلال اسبوع، فتتدخل البورصه تروح موقفه التداول على السهم ده. طب ليه انا اجري ورا الشائعات؟ احط نفسي دائما وابدا لازم يكون المستثمر محدد لنفسه المجال، انا داخل ارمي الفلوس دي وانساها ولا داخل استثمرها. يبقى احنا كده بتهيألي من خلال الحلقه عرفنا او حاولنا ان احنا نفهم الفرق او نشرح الفرق ما بين المضاربه والاستثمار، وهما الاثنين بيمشوا في خطين متوازيين. استاذ محمد، قبل ما ننهي الحلقه يمكن كان في اجراءات احترازيه تم اخذها لحمايه المستثمرين من اكثر من سنه، كانوا 12 اجراء احترازي تم الغاء 10 فاضل 2. ايه هم اهم الاجراءين دول؟ اهم الاجراءين طبعا ده مصداق لكلامي اني قلت ان البورصه المصريه بتتبع اجراءات حازمه لحمايه صغار المستثمرين. اهم اجراء وقفته البورصه اللي هو البيع والشراء في نفس الجلسه، وهو ده الاجراء الاحترازي الاساسي اللي كان يمنع المضاربه اللي تضر بصغار المستثمرين، هتؤدي ان صغار المستثمرين يندفعوا في البيع بغزاره، ممكن تؤدي الى خسائر تفوق ال 300 و 400%، يعني تاكل راس المال كله. فده يعني يشكر عليه طبعا هيئه الرقابه الماليه وهيئه سوق المال، يشكروا عليها اشد الشكر. ولكن زي ما قلنا كل ما يبتدي يظهر شكل النظام السياسي في الدوله، يبتدي استقرار، يبتدي اتجاه احنا نرجع تاني لفتح مجال المضاربه اللي لسه بقول واكد عليها مطلوبه، ولكن مش مطلوبه بغزاره. المطلوب الاستثمار كنشاط اساسي، والنشاط الفرعي هو المضاربه. يعني عندي مجموعه من الاسهم استثمر البعض وممكن اضارب في البعض، ده لازم، ده طبيعي، ده شكل البورصه، يبقى شكلها بورصه. الاستثمار مش هيبقى فيه بورصه، يبقى مجرد ان احنا شغالين شغل ايه بتاع البنوك وبنحط الفلوس وننساها، لكن لا، لابد الطرفين للمعادله، بس اهم حاجه اغلب جانب الخوف على جانب الطمع. نغلب جانب الخوف على طبعا، ممكن ده يبقى الخوف المفيد هنا، الخوف المفيد يبقى شعور او احساس ممكن يكون مفيد. في نهايه حلقه النهارده من لقاء خاص بتمنى من المشاهدين هم يكونوا استفادوا، حاولنا نشرح او نقرا مع بعض الاخبار، ونحاول ان احنا كمان نكون نشرح معنى الاخبار دي ايه، او ازاي ممكن تاثر بالايجاب او بالسلب على اداء البورصه والسوق المالي. في نهايه حلقه النهارده احب اشكر ضيفي استاذ محمد رستم المحلل المالي، شكرا جزيلا لحضرتك. غدا ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده من لقاء خاص.